بدك شيء مني؟ بدي منك انه بس ترجعوا على الساعه 22 بالمكتب. زبطوا لي المكتب معلش. مكتب معلش بس بقى لا مو معلش. وين ابوكي؟ بدي اروح اقضي شغله وارجع. يا الله نار. وين ابوكي؟ عمية يا برين وينه؟ استناك. يلا روح. خير ان شاء الله. خير. انت ليش صوتك طالعين من الصبح؟ شو في؟ جدو جوا فوق، خليك جدو جوا. وين جدو؟ جوا. ها لا هون ددو مشي معي عمي. يا حبيبي باي. يلا باي. نعم. دو على السيارة. ايش هدول؟ ماشي هاتي بخلي هدول مع انه والله ما اعطيت ريحه. ليش اول ما حطيتها اعطت ريحه بعدين يا الله بعدين ما عادت اعطت ريحه. يا عمي دخيل طلعت يا عمي. حطيت واقي الشمسي حطيته قبل بربع ساعه ولازم قبل بنص ساعه ينحط بس تاخرت. ورانا نمشي كل الحق على نمشي. ايه بورديني يا سياره بورديني. تعبورت تع جاكارة في اللي كتبه ما راح اغسلها. جاكارة في هيك بطلت اغسل. كنت بدي اغسلها بطلت اغسلها. لا اكيد انا صايفه في شي مكان حدا بيعرفني كاتب لي اياها. يا سيدي ما راح اغسلها واعلى ما بخيرك اركبه. غسيل السياره ما راح اغسلها. عجبك عمي؟ كاتبين لي على السياره اغسلها. ما راح اغسلها. وليش وصار هون؟ قامت الدنيا. طبعا انا رتبت هون الدروج اللي بدي اياهم، رتبتهم ظبطت. هلا هون بس بيمسحوا. حارجع ارتبهم من جديد. هدول الخناجر بدي اضبهم. شوفوا مالهم داعي يكونوا هون. شوفوا في اشياء كتير لازم اظبطهم. هدول كمان شيلهم. والله على شغلهم السريع والنظيف والمرتب رح احط لكم خانة الاسعار. عن جد ما شاء الله عليهم افتكروا البيت ثري، افتكروه ثري. شوفوا ما شاء الله. هلا هون شالوا كل شيء. هنيك اغراض شلناهم، رتبنا، مسحوا كل شيء هون. هلا انا برجع برتب من جديد يعني. بس امينه شلون الشغل؟ والله شغلهم كثير مرتب. حبيت امينه ها؟ هي تقول جيبيها كل اسبوع مدام. لا عن جد يعملوا تنظيفه مرتبه. نحن بنرجع نشيك. شو؟ ننظف الغرفة تبعنا. مرة بدنا اياها طعم غزالي. غرفة ماما نحن رح نعملها انا وامينه وتيتا. يعني انا وامي لانه شو اسمه ما ضل معي. اهم شيء كان عندي المكتب من فوق، غرف الاولاد وهيك رتبناه خلاص. هذول خلينا نضبها. هذا هون رتبوا كمان. هون كله ترتب. شالوا ومسحوا كل شيء. خليني ارتب هذول انا. هذه جبناها هسه ما حطيتها. رتب هون كمان. هذا كله بده ترتيب لانه كل ما برتب بينتكشوا. والله مو تعرفين والله هاي. خلص رتبتهم. هلا هاي ما بدي اياها، بدي كبها لانه ما عندنا شغل. اهم شي العصاير. شو هي كثير حلوين هدول طلعوا مع بعض والله. لا الشبابيك انا اسويهم خلص ما في مشكله لانه هدول بدهم تليف من برا. خلص انا اسوي ما في اي مشكله. هدول طلعوا كيف موسخين من برا. هدول خلي انا ليفوا لانه ما ضل معهم كثير وقت. خلص انا بدي اعملهم يعني
بدهم يحفروا. خليها ترتاح نفسيتي انا بعملها بس. اوكي طلع بس خلينا رتبنا كل شيء هون. شالوا بدهم يمسكوا كل شيء هون عن جد. هو لا بتعرف شو عم بصير؟ هذا الشباك بيفتح ريتشو بيترك لغيبوبه هيك. فشو بصير؟ المكتب اكثر شيء بيتعبى غبره بشكل عن جد رهيب والله العظيم. امينه انت ممكن يمسح غبره مكتب بس من الشباك الغبره من برا اللي يسوون. ايه حتى عند الباب اللي بدي اورجيكم يمكن مسحت عند هون تحت عند الباب على طول في رمل على طول ما انه والله كل يوم تمسح امينه وبتنظف وكل شيء. شوفوا قال لسه لا ما مسحت. شوفوا كيف على طول هون بلاقي رمل. السكك هون على طول رمل. طلعوا كل هدول رمل. قلت له لسه ما هوبرتي. لا والله شكله هوبر شوي. هدول بدهم مي وكذا ما بينشالوا بالسهل. صحتين عم صحتين استاذ سنود. كش بده بس يلحبس شو اسمه ما رفع شو امين. هلا هن بيخلصوا مكتب. احنا شو ضل عنا؟ طلع في عندي هدول الاغراض كلهم بدنا ترتيب. نظبط لها مكان بالمطبخ. وضل عنا غرفة تيتا وبضل عنا الشبابيك رح اعمله انا وانتي لانه ما ضل نقعد بديان تخلص بس المكتب ترتيب وتنظيف وهيك. الشبابيك علي لو بدهم تنظيفها مرتبة عن جد. لسه ما ضل ما شاء الله على سرعتهم. ما شاء الله شوفوا كلنا عم يفروا فريقة حتى ما شاء الله ليكو. خلصوا المكتب ضل عندي شوية ترتيب انا وامينة مع بعض. يعطيهم الف عافيه والله. شو فري شو امونه اليوم عجبني كثير. ايه يعطيهم الف عافيه يا رب. هلا ضل عنا انا وامونه رح نعمل الشبابيك ونخلص هدول الامور خلص لانه هن ما شاء الله اشتغلوا فوق واشتغلوا تحت كمان. الشبابيك نحن بنكفيهم الاسبوع الجاي كمان بنكفي. طلعوا عم يمسحوا على الابواب والله بدق التفاصيل بيهتموا ما شاء الله وسريعين سرعتهم ما شاء الله. 4 بنات عم يفتلوا وانا وامينه معهم كمان. هلا انا كمان عم رتب الاشياء اللي انا بدي اياهم وهيك بظبطهم بطريقتي. عرفتوا كيف؟ ظبطت كثير اشياء بالمكتب. شغلات ما بدي اياهم شلتهم عن جد. كانت المكتب خالي. كان ظبطوا لي احلى شيء المكتب كله محارم. يس هموني خلص صارت حتى برا عم تهوبر الجنينة. يا الله قسم بالله عم تهوبر هون كلياته. هلا اول شغله قبل ما كنت ارضى مثلا حدا يجي ينظف البيت او يعمل او شيء. خلص بحب انا كنت كل شيء اعمل لحد الان بحب انه انا انظف وساوي وهيك. بس صدق طلعت هيك بعدين انه ايه عم بشتغل نظف واعمل وساوي كل شيء. بالليل لما عم بجي نام من وجع كتافي والله العظيم يعني بشتي اضرب راسي من الحيطان من الوجع. وجع كتافي كثير. اذا تعبت كثير انا كتافي بيصيروا يشدوا علي تمام. وشو شفتوا لما رحنا نعمل علاجات فيزيائيه وهيك شو قال لي الدكتور؟ قال لي انه لازم انت على طول راحه ما تشيلي اشياء ثقيله تنتبهي. هلا مثلا قبل شوي كانت البنت تتوقع هي عم تمسح الباب فقالت لها انزلي. عملت انا والله العظيم لقط علي كتفي. هاي اول شغله. ثاني شغله بما انه اني قادره انه انا اريح حالي ليش لا؟ اوكي لو امينه عندي بالبيت وعم تساعدني بكل شيء. كمان امينه ترى عمرها من عمري يعني عمرها 20 ولا شو عمرك؟ 21 سنه يعني كمان لازم انا احس فيها ارحمها كمان وما اقول خليها تشتغل من الصبح للمساء بدون راحه او شيء. البيت كبير وبده وخاصه انه الغبره هون مو طبيعي يعني حرام والله بنظف وبتشيل وكذا. بجيبهم مره بالاسبوع منهم بيشيلوا ضغط شوي شغل عني وعن امينه تمام. امي كمان بتساعدنا بالبيت يعني. فما انا ما عادي الموضوع بالنسبه لي بالعكس بجيبهم كل اسبوع بشيلوا شويه اغراض تنظيف كذا يعني عادي. منه بخفف عني الشغل وعن امينه. وثاني شغله البيت بضل هيك نظيف وريحه النظافه فيه عم تهفف يعني عن جد. والله الاسبوع الماضي لما اجوا قضيناها ترتيب ونظفوا تمام. الاسبوع هاد لا تنظيف اكثر ترتيب شوي اقل. ليش؟ لانه كان شوي عندنا ضغط شفتوا الجيم كان حالته حاله نظفوا كثير امور. فوالله بالنسبه اذا انت قادره تريحي حالك فمو غلط انه تجيبوا حدا ويساعدكم. لانه لما انتم رح تتقدموا بالعمر وتتعبوا ويصير عندكم وجع بكتاف ومفاصل والى اخره مين رح يفيدكم بهذا الوقت؟ لو جبتوا حدا يساعدكم. امي اكبر مثال مثلا ماما
كانت تفيق من الساعة 6 إلا ربع. تمام، زبطنا تبعتنا على المدرسة، تقوم تنظف تساوي كل شيء، تشتغل تطبخ تعمل اللي بدها اياه، ترجع. لا انه اكتفينا نحن بس الصبح ننظف، لا، نرجع الظهر بعد ما نخلص غدا بتقوم تمسح البيت كمان، وبترجع بعد ما ننام. شوفوا بعد ما ننام ترجع تمسح البيت وتعمل وكذا وهيك، وبالعيد وبتعزل وبتشيل وبتحط. وصلت بعدين هلا في مفصل ما بيوجعك مع شوفوا مع هذا الالتهاب شو اسمه؟ التهاب العصب الكتف. التهاب العصب الكتفي، وعنده وجع بالمفاصل، وعنده بالرقبه، وعنده وجع ظهر، وعنده يعني ما عدا الشيء لسه ما حكينا فيها. كل هدول ليش؟ ما انه بابا والله عطوا بنا طولي بالك يا بنت الحلال وعمالك والشغل ما راح يهرب، وقد ما نظفتي البيت يعني اللي قال العمر بيخلص والشغل ما بيخلص صدق فيها، عن جد صدق فيها. فطلعت هيك انه عندي امي اذا هي اكبر مثال كانت تفني حالها بالتنظيف والتعديل وكل هدول الامور. انا اذا بدي اوصل الاقل من عمرها، قول مثلا مو 50، الله يطول لي بعمرها ويخليها بصحتها يا رب. انا اذا بدي ضل اشتغل مثل الطريقه اللي كانت تشتغل فيها امي، انا على 30 بقعد هيك ولا ريت اجيب لي 2 من امي. لا اذا انا قادره اني حالي ليش لا؟ والله العظيم مو غلط صدقا، خاصه هلا شوفوا انا بعد ولادتي بسند صدقا وجع ظهر عندي اياه، شو دغري دموعي عيوني بيدمعوا، لانه اذا بتعب كثير بشد علي وجع ظهر. فلهيك قلت لا ليش بدي اتعب انا؟ ليش بدي افني حالي انه للتنظيف قد ما ننظف بالبيت، والله العظيم قد ما ننظف بالبيت كل يوم كل يوم بننظفه بحس ما ببين فيه. قال لي امينه مدام والله نظفت، ليش هيك رجع الغبره؟ قال لي عادي خلص والله قد ما نظفته الغبره بدها تضل تدخل على البيت، الباب بتنفتح، خاصه هون بالامارات الرمل يعني. هلا الورش مو مصدقه، عندي الورشه اللي جنبي مو مصدقه امتى يخلصوا، هلا عم يقصوا المنيوم وشوي عندهم بالحجر، بحس هيك شوي اني خلصت من موضوع يعني الغبره. وشفتوا ريتشو بابا يفتح بعد شباك. ايوه والله غبره الموجوده بالمكتب تقول صار له مهجور سنه. خلصوا هلا البنات شوفوا الله يعطيهم العافيه يا رب، والله خلصوا كل شيء. هلا بس ضل عندي انا واموري شو نعمل؟ نعمل ترتيب لا مو بس ترتيب، نعمل الشبابيك مال المكتب، بس يجوا الاسبوع الجاي بيعملوا هن هون الواجهه لانه ما كثير وسخه، بس بابا مو بحس احنا طرش الدنيا. فخلصوا الاولاد خلصوا البنات يعطيهم الف عافيه يا رب. العاده غير مي ما بياخذوه. خدي حبيبي هدول ضلوا بالبراد، ما ضل هاي الصغيره اخيرا طلعت من حظك، غير اعطيهم شي بسكوت شي شغله، والله ما بدي لك قول لهم تعالوا شي ما بدهم اساسا خلص الوقت. هلا رح تبعت السيارة حتى يجوا ياخذون اموني. اخذنا الاغراض لهني يعطيهم البسكويت وكذا. والله عن جد كثير شاطرين نضايفيه حتى مهذبين يعني ما بيمضوا. والله وكيلكم اول مره اجوا بالذل اخذوا مني المي من اجت رئيس الشركه، قلت لا يعني انه ليش هيك لهالدرجه، انه لو سمحتي انه انا عندي ما بحب هيك، خلص انه بس تيجوا لعندي نخلي ياخذوا. بس انا انصح انتم انه ما تاخذوا كذا. قالت لي انه خلص ما بدي، انه خلص انا معودتهم على نظام وهيك، قلت لا عندي غير. هلا كنت عم تحكي معه قبل شوي طيب حلو والله على الشو واحد بده سكر. الله معكم يعطيكم الف عافيه. باي حبيبي باي. ها باي صاحب واجب. الغبره يسكت ما بيعمل. الله معكم ولا كانه نشتغلوا بس نفتح ونثبت هوا. يا الله مين طلع كيف يا الله ليك الغبره. يلا كيف بدعي ماما تخلي من الشمس. تعال هلا بدي اطلع اعمل الشبابيك انا وامينه بس تطفيها اني والله مطلع الغبره هلكتني، والله العظيم هلكتني الغبره. ادخلي خلصنا المكتب خلصنا كل شيء، بس بدي اعمل الشبابيك لانه عن جد جدا وسخين. شوفوا بدهم تلييف يعني، ما انه ما بينضفوا انه بس انه هيك مسح بالايزي او شيء، لا بدهم تنظيف يعني تلييف